دول اثنين لباس تقليدي تاع الجزائر. حكينا شويه على اللباس اللي لبساتها. هذا لباس كيفاش خدتي لبستيه؟ هل اختاريتيه هما اختاروه لك؟ انت اخترتيه على المتحف الدراسي. تفرجنا على الألبسة، حياة يعني جميلة جدا وغنية جدا باللباس. أول مرة بشوف اللباس الجزائري قديش غني بالزخرفة بالقصب بالألوان. فأنا اخترت هذا اللباس كثير حبيته كثير حتى في شغلات سعيدة جدا إنه شرفت إني أنا اليوم لبسوني إياه وكنت بالافتتاح لهذا اللباس المسيحي. إذن وما تأملون من هذه التظاهرة والتي ما هي أهم التوصيات التي نبتغى الوصول إليها من خلال التقارب ما بينكم وبين العديد من الدول؟ يعني كثير جميل جدا. أنا خامس مرة بحضر في الجزائر، لذلك يعني صار علاقة قوية جدا بيني وبين كل الموجودين الفنانين، حتى علاقة عائلية. يعني كثير أهل الجزائر أهل رائعين، الجزائر جميلة غنية رائعة. يعني الشيء الوحيد اللي يمكن الناس اللي برات الجزائر ما بيعرفوا قديش الجزائر غنية بفنها، بالفن بالذات، المتاحف حتى المطارات الكبيرة فيها زخرفة رائعة. شيء جميل جدا، سعيدة جدا بوجودي. صحيح. احكي لنا على هذا. شفنا والي ولاية تلمسان يصور ويأكد على التفاصيل. هي مقولة لجلال الدين الرومي، قارئ بالعناق. فأنا عدة مرات كنت أراها كثير بحبها، خاصة بهذا الوقت بهذا الزمن. يعني العائلات بعيدة صارت، يعني في غلبة صارت كثير مرات كنت مشتاقة لحدا بتحب معه، تتمني إنه هي طبعا هي لجلال الدين الرومي هي لوحة صوفية، عبارة صوفية، واللوحة أصلا صوفية. هاي حركة الصوفيين دائما. بس هي كانت داخلية بعدة معاني. أنا بالنسبة لي كثير كنت مشتاقة لحدا من أهلي من أصدقائي بالشام كثير حاسة إنه كثير معبرة، إنه أنا عم تحكي مع حدا بتمني إنك يعني فهي العبارة كثير حلوة. صحيح. هي من ناحية دينية، يعني هي الصبر روحانية كثير. وهذا تعبر عن الأمومة، تعبر عن الأمومة. أنا بالنسبة لي عن الأمومة هو أعظم شيء بالدنيا. يعني الأمومة، حب الأمومة هو عبارة عن الإخلاص، التفاني. إذا أم فعلا عندها عاطفة أمومة تعمل كل شيء، مو لأولادها بس لكل حدا. يعني عاطفة أمومة عاطفة أساسية كل شيء، وفاء، حب، إخلاص، عطاء. حضرتك عايشة بالولايات المتحدة، خلية الولايات المتحدة، سوريا، شو استخرجتي منها؟ يعني من كل مكان شو أخذتي؟ مشكلة الولايات المتحدة أنا مالي مرتبطة فيها نهائيا. صح. يعني أنا سافرت من 10 سنين وعايشة فيه، بس يعني ما فيها طبعا ما فيها الفن. هذا الكلام مشكلة ما في نحكي عن الفن بأمريكا لأنه سيء جدا. مثلا ممكن يحطوا لك جاكيت مجموعة على لوحة موزة يعني في شغلات. طبعا أنا ما عندي كثير تواصل مع فنانين بيسووا معارض كثير، بس بشكل عام مو مثل بلادنا العربية ولا بهذا ولا بيشبه. أنا مثلا سويت معارض كثير زخرفة، بيوقفوا بتفرجوا عليها في زخرفة أكثر، بتفرجوا عليها لما يعرفوا مش كثير.
يعني كثير بيستمتعوا، ما بيصدقوا قديش باخذ وقت، ما بيصدقوا قديش إنه هذا شغل يدوي. يعني بكون بمعرض مثلا بكونوا بيمرقوا، بكونوا شرحت لوحة زخرفة بيمرقوا طلعوا، بكون أنا كاتبة هاند ميد في شيء على الكمبيوتر، بس يقرا هاند ميد بيرجع. ما بيصدقوا قديش يعني كثير بيحبوا الزخرفة، كثير بيحبوا الرسم والمنظر. أنا بالنسبة لي بميشيغان تقريبا ما في حدا الوحيدة اللي بهذا المجال. هذا الشيء منيح ومنيح لأنه ما في يعني ما في تطور، ما عندك صح. بس إنه فن مختلف تماما. هي المرة الخامسة بالجزائر، مشاركات في مهرجان المنممات. السنة اللي فاتت، السنة اللي قبلها ما كان. 3 سنين 2014 و2015. الله يبارك. كانت بدايات يعني أنا بلشت بالفن بالمنممات والزخرفة متأخر، يعني بال 2011. ب 2011. تبريز ما شاء الله. Your comment about this? Yeah, What? I like this. The color is beautiful. You can combination with Colors. yeah. Yeah. I love. عم اسأله إنه رأيه كهو فنان Yeah. بالمجال. So harmony in this work. هارموني. Yes. Yeah, harmony. I like this. Detail so well. Details and texture so much. So beautiful. For a long time to I started and I stopped and I continue. So not limited in that time. On yeah, I know. Yeah. Something like this. You do? Yeah, because I'm teacher and to work is need a long time. Yeah. Me too. I have